الفيديو ده هيكون من سلسلة البرايدال توك، بس بصراحة هو أي حد ممكن يشوفه، لأن أنا هتكلم فيه عن حاجات مش لازم تجيبيها أو مش لازم تجيبيها بكمية كبيرة لو أنت عروسة، بس المجتمع بيحسسك إنه لازم تجيبيها بكمية كبيرة عشان أنت عروسة ومش هتجيبي حاجات تاني وكده. فعايزة أتكلم معاكم عن كام حاجة كده في منتجات العناية بالشعر والجسم والبشرة. كل الناس بتقولك ده أنت عروسة بقى، هاتي وكتري واعملي، وشوية حاجات برضو من حاجات اللي هي يوم الفرح ومش عارفة إيه وكده. فأنا حاسة إنه الفيديو ده يعني ممكن عروسة تشوفه، ممكن واحدة متجوزة بقالها كتير تشوفه، ممكن واحده لسه ما اتجوزتش او لسه بقى لها كتير قوي على ما تتجوز تشوفه برضو عادي. هو كده كده ان انا برضو بدي انفلونس يو من شويه حاجات مجتمعيه لازم ان احنا بتجبرنا ان احنا نشتري حاجات كتير. فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر ويلا نبدا على طول. محتاجين ديسكليمر. نقول ديسكليمر، انا مش معنى ان انا بقول لك مش لازم تشتريها ان انا بقول لك ما تشتريهاش. لو انت عايزه تشتريها او اوريدي اشتريتي منها كميه كبيره ما تحسيش انك متضايقه، ما تحسيش ان انت اوفندد خالص باللي انا بقوله، عادي. بس ما تدافعيش بقى، يعني ما تدافعيش وتقولي لا هي مهمه عشان كذا وكذا، عادي يعني تمام. انا بقول انها مش مهمه، انت بتقولي انها مهمه، فعادي يعني تمام. فحاولوا ان انتوا تخلوا الكومنتات بتاعتكم يعني راقيه، مش بتهاجم. وانا مش كلامي قرآن يعني، ما عادي ممكن اقول حاجه اكون غلط فيها، ممكن بعد سنه ولا حاجه ارجع اقول انا كنت غلطانه في الحته دي يا جماعه وبصلح. انت لازم تشتري 18 بادي مست قبل ما تتجوزي كده، ممكن يعني ممكن خدوا الموضوع لايتلي وكونوا رحيمين بيا في الكومنت. اول حاجه هبدا بيها البادي ميستس والبرفانات، وخلوني ابدا معاكم كده بدايه خفيفه لان التقيل جاي، واؤكد لكم ان التقيل جاي في السكه، بس انا قلت ابدا بحاجه خفيفه كده وصغننه. بصوا، ما احنا كده اللي هو انت عروسه لازم تجيبي بادي ميستس كتيره كتيره كتيره، ومش اي بادي ميستس، لازم تجيبي حاجات اللي هو ب 500 600 700 الف جنيه، وتجيبي بقى اعداد 12 واحد 15 واحد كده. ولازم برضو انك تجيبي برفيومز بعلبتها، ويا ريت البرفيومز دي تكون ديزاينر او هاي اند برفيوم، وما تستخدميهاش، اوعي تفتحيها من كيسها الا لما تتجوزي. يعني ما ينفعش انك تستخدمي حاجه قبل، لا، ولا تجربيها ولا تشميها ولا بصي ما تعمليش حاجه. اهم حاجه تجيبي حاجات غاليه جدا وانت ما تستاهليهاش دلوقتي، انت تستاهليها بس بعد ما تتجوزي. اولا مع اعتراضي على نقطه ان احنا ما نستخدمش الحاجه قبل ما نتجوز، ما نجربهاش، ما نشوفش هي ريحتها حلوه عجبانا ماشيه معانا، فاهم؟ لا، بعد ما تتجوزي بنت ما فيش الكلام ده. ثانيا اعتراضي على الكميات الكبيره المهوله. انا شايفه والله انك ممكن تتجوزي ب 3 4 بادي ميست كفايه قوي، وممكن يبقوا كتير كمان يعني. ممكن اتنين، ممكن اتنين اللي هو واحد ينفع للصبح فريش كده، وواحد ينفع بالليل اللي هو فخم شويه او ريحته تقيله شويه. وممكن تتجوزي برضو باتنين برفيوم او ثلاثه، اللي هو واحد صيفي واحد شتوي، او واحد ينفع للصبح واحد ينفع بالليل، والتالت ده كده عشان لو زهقتي. انا شايفه انه، ومش لازم طبعا يكونوا ديزاينر، مش لازم يكونوا هاي اند، ممكن تكون حاجات من لوكال براندز، ممكن تكون حاجات مركبه، عادي، كل واحد وطاقته، كل واحد ومقدرته. بس لا، احنا لا، في ستاندردز. الحاجات البرفانات المهمه للعرايس قولي لي بقى ديور وشانيل والي صعب وبربري وليدي جاجا والحاجات دي كلها، فاهمين؟ انا كل اعتراضي على نقطه الكميه اولا. ثانيا على ان انت ما تستخدميش الحاجه قبل ما تتجوزي. ليه؟ اصلك رايحه حياه جديده، فلازم كل حاجه تكون جديده. ايه ده؟ ايه المنطق الاستهلاكي المجمل ده؟ خلونا نسمي الامور بمسمياتها. انا الموضوع ده مش تاف لاف، الفيديو ده مش تبع سلسله التاف لاف، بس دعونا نسمي الاشياء بمسمياتها. من يقول لك انك ستبدأي حياة جديدة فلازم ولابد ان كل حاجة تكون جديدة، وارمي بقى الباقي في بيت مامتك وهتبقي تستعمليه بعدين، ولا تستعمليه ولا حاجة. اوكي، لان انت اصلا بتكوني جايبه حاجات كتيره جديده وغاليه. انا مش بقولك ان انت بتجيبي حاجات كتيره بقى والكواليتي مش حلوه عشان انت بتجيبيها لا لا، انت بتجيبي حاجات غاليه كلها وجديده كلها وكتيره كلها. فبس ما بتحتاجيش ترجعي تاني للحاجات بقى الوحشه المستعمله القديمه اللي عند ماما دي خلاص بقى احنا كبرنا عليها. فبالتالي بنلاقي عندنا تراكم اشياء واستهلاك كثير. في ناس بتحب الاستهلاك الكتير، بس انا مش منهم. وانا شايفه انه مش صح ان احنا نبقى بنحب الاستهلاك الكتير. ويا بنت دلعي نفسك ومتعي نفسك الحاجات دي اتكلمنا عنها قبل كده. فبس فلا يعني بالهداوه وبالراحه. في نقطة كمان برضو اللي هي نقطة ان احنا ما بنقولهاش، بس اللي هو ايه، بنتعامل على انك مش هتشتري تانية ابدا بعد ما تتجوزي. انت هتتجوزي من هنا خلاص مش هتشتري، فاشتري بقى على قد ما تقدري، الحقي اشتري على قد ما تقدري. عايزة من كل المتزوجات اللي بيتابعوني ياكدوا للبنات اللي لسه ما اتجوزتش في الكومنتس ان انت بتشتري عادي، حياتك بتستمر عادي. بعد الجواز بتشوفي اللي ناقصك وبتشتريه. وتخيلي ان سبحان الله سبحان الله، رغم كل جهازك وكل حاجاتك ده بتكتشفي ان في حاجات ناقصه وبتروحي تجيبيها عادي، والدنيا بتكمل وبتستمر، وربنا رزقه ما بينقطعش.
والفلوس ما بتقلش والحياه خيرها ما بيقلش وكل حاجه بتكمل بعد الجواز عادي. هتشتري وهتلاقي ولسه هتعجبي بحاجات وكوفرتات وملايات. بس خلونا ما نتكلمش في النقطه دي، يعني هتعجبي ببادي ميستات نزلت جديده، هتعجبي بسكين كير نزل جديد وهتشتريه. فخفي على نفسك ضغوطات الجواز وضغوطات مصاريف الجواز، وما تكتريش في الحاجات اللي ملهاش لازمه. نفس الكلام بالنسبه للمخمريه. المخمريه دايما بيقولك بقى ايه ده المخمريه دي بقى، انت هتبقى مخمريه، هتتجوزي هاتي مخمريه. بصي، ولازم بقى يحسسوكي انه ايه يعني انت فايتك حاجات كتير قوي، ولما تتجوزي المخمريه هتديها لك. فهاتي بقى مخمريات كتير، وهاتي بقى سويتي فروتي اليجنت، كل الكلام ده انت هتحتاجيها. ده المخمريه دي الناس ما بتعرفش تتجوز من غيرها، لا الناس بتتجوز من غير مخمريه. الناس بتتجوز بمخمريه واحده، مخمريتين بالكتير قوي، مش 9 مش 10 مش 20. ممكن تتجوزي من غيرها خالص. يعني لو ايه المخمريه؟ المخمريه بتكون اسمها سوليد برفيوم، يعني برفيوم في شكل صلب، بتتحط في اماكن النبض، وبتقول لك اللي بتبيعها لك او اللي بتقول لك عليها انها ريحتها بتقعد باليومين. مين بيقعد ريحته باليومين؟ مين؟ فين؟ ازاي؟ مفيش حاجه ريحتها بتقعد باليومين يا جماعه، مفيش. ده اولا. ثانيا انا جربت مخمريات كتيره قوي ريحتها بتقعد بكتير قوي ساعه ونص ساعتين بس. اللي دي طبطب بقى، الفريده المجيده الحميده، كله بيقعد ساعه ونص ساعتين. ريحه تمام، ريحه حلوه بتهفهف صحيح، بس بتروح. مفيش حاجه بتخليكي تستغني عن الشاور يومين، مفيش حاجه بتخليكي ريحتك مهفهفه اسبوع، مفيش الكلام ده، مفيش. ومهما حد قال مش على المخمريات بس، على اي حاجه. فلا تقعي ضحيه هذه الاشياء، ولا تقعي ضحيه انك لازم عشان عروسه، ده انت عروسه بقى، ده انت تعالي هاتي وهاتي وهاتي وهاتي. لا، بالعقل وبالهداوه. لسه هنشتري بعد الجواز زي ما اتفقنا. يا ريت يا جماعه بجد اكدوا للناس في الكومنتس ان انتوا هتفضلوا معاكم فلوس وهتفضلوا تشتروا بعد الجواز. بليز اكتبوا في الكومنتس، هنفضل نشتري بعد الجواز عادي. نيجي بقى للحاجه اللي هي المهمه، منطقه البيكيني. انت هتتجوزي، انت لازم تجيبي معطر للبيكيني، غسول للبيكيني، وبيكيني بالم، وسبراي عشان ديودرنت انت ازاي عايشه اصلا؟ انت ازاي؟ قوليلي انت ازاي عايشه من غير ديودرنت للبيكيني؟ كل ده هبل. ده بي اتش بالانسنج، ده ما تخافيش مش هيقتلك. انا عارفه، بصي انا عارفه ان في بكتيريا نافعه وضاره، هو مش هيقتلك البكتيريا النافعه، هيقتل بس البكتيريا الضاره. وهو بي اتش بالانسنج، فمش بيقتل البكتيريا اساسا، بيقتل البكتيريا. ومش بي اتش بالانسنج مهما كان مكتوب عليه بي اتش بالانسنج. ما فيش غسول يا جماعه ما بيعملش ما بيبهدلش البي اتش. المنطقه بتاعه البيكيني دي مش محتاجه غسول، مش محتاجه ديودرنت، مش محتاجه تبقى ريحتها فراوله، مش محتاجه تبقى ريحتها كيكه، مش محتاجه تبقى ريحتها برفيوم، مش محتاجه تبقى ريحتها ورد. اوكي، منطقه البيكيني ريحتها منطقه البيكيني. اوكي، ما تبقاش ريحتها وحشه، ما تبقاش ريحتها سمك مثلا. السمك ده ريحه مشهوره قوي اللي بقى العدوى بكتيريه مشهوره جدا. فلو ريحتها وحشه بيطلع منها افرازات ليها الوان زي لون اخضر لون اصفر، او افرازات شبه الجبنه البيضه، افرازات بيضه يعني شكلها سميك كده. دي محتاجين نروح نكشف عند الدكتور، والدكتور يقول لنا ناخد دواء ايه، دواء اقراص عن طريق الفم، وهيقول لنا نستخدم غسول ازاي ولمده قد ايه ونبطل. الغسولات ما بتستخدمش يوميا، الغسولات ما بتستخدمش يوميا. معلش قلتها تاني، معلش انا اسف. مهما كان مكتوب عليه غسول يومي لمنطقه البيكيني، لا مش يومي، ما ينفعش يستخدم يوميا، وما ينفعش يستخدم بلا حاجه. ايه الحاجه؟ انه يكون في عدوى بكتيريه او فطريه، بس دي الحاجه، مش ان انت متجوزه ده حاجه نو. اتمنى ان الكلام ده يوصل لكل الناس بجد. يعني مش عايزين تعطير للبيكيني، مش عايزين نرجع نشتكي. عايزه تعطري وتبخري وتعملي كل الكلام ده كله اعمليه، بس اديني قلت لك بقى لو الافرازات لقيناها مختلفه، لقينا في حكه والتهاب، لقينا في ريحه وحشه، روحي اكشفي، ما تجيش تشتكي، روحي اكشفي على طول. تمام، روحي اكشفي عند الدكتور، والدكتور ساعتها هيقول لك انت بتعملي كذا وكذا غلط ويا ريت تبطليهم وكده، وبعدين ما تسمعيش كلامه وبراحتك بقى. الحاجه اللي بعد كده هي برفان الفرح. برفان الفرح مهم، يعني لازم يكون في برفان هتحطيه يوم فرحك. مش بقولك ما تجيبيش برفان للفرح، بس ما تاخديش نصايح من الناس اللي تقولك حطي البرفان ده يوم فرحك. هو ده ليه؟ لانه انا بالنسبه لي برفان الفرح بيختلف عن فرحك في الصيف ولا في الشتاء، فرحك الصبح ولا بالليل، فرحك اندور ولا اوت دور. كل ده والله بيفرق وبيختلف في نوع البرفان اللي انت هتحطيه يوم الفرح. وغير كده لازم تحطي حاجه انت
متعوده عليها واتليست شمتيها قبل كده وقعدت معاكي 3 4 5 ساعات وتاكدتي ان ريحتها مش تقيله عليكي، مش بتدوخك، ثابته، مش مفحفحه اوفر، ومش بتضيع ومش بتتوه كده خالص، يعني كانك ما حطيتيهاش. اخر حاجه حابه اقولها لكم هي موضوع الفيلرز والسكين بوسترز والحاجات دي كلها من قبل الفرح بقى انك لازم تعمليها، وهي دلوقتي بقت لازم، بقت يعني ايه عروسه مش عامله سكين بوستر؟ يعني ايه ممكن ما تعمليش سكين بوستر؟ بس انا رايي ابدأي قبل الفرح كده ب8 10 12 شهر على قد ما تقدري، يعني قبل الفرح ابدأي انك تعملي كل شهر ونص ديرما بين سيشن، سواء انت تعمليها لنفسك، انا عامله فيديو هبحطه لكم هنا، سواء انت تعمليها لنفسك او تروحي لحد خبير مختص، سواء دكتور او استيتيشن، مش كوافيره تحت البيت، ها، تروحي لحد مختص بالديرما بين وتعمل لك جلسات ديرما بين كل شهر ونص او كل شهرين. هتدعي لي، مش هتحتاجي سكين بوستر، وهتدعي لي يوم الفرح، هتدعي، هتفتكريني وهتدعي لي. فلو قدام فرحك 10 شهور 8 شهور 6 شهور ابدأي في الموضوع ده بجد. الحاجه التانية اللي برضو بقى يعني انصحكم ان انتوا تبداوا فيها من قبل الفرح بشويه، وحاجه مش متعبه مش مكلفه، بل بالعكس عنايه بالنفس، هي ان انت كل شهر او كل اسبوعين من قبل الفرح بكتير جدا، يعني 6 شهور 7 شهور 8 شهور، تبداي تعملي حمام مغربي بشكل منتظم، يا اما كل شهر مره يا اما كل اسبوعين مره، عايزه تعملي كل اسبوع براحتك، بس انا شايفه اتس تو ماتش انك تعمليه كل اسبوع، بس كل اسبوعين او كل 3 اسابيع حلو جدا. هتدعي لي برضو لما يكون ملمس جلدك بقى كويس ونظيف ومفيش بقى جلد وزه والكلام ده كله وشعر تحت الجلد مفيش الكلام ده كله. دي حاجات اللي هو تقدري تعمليها سهله، تكلفتها معقوله. مش بقولك روحي اعملي سكين بوستر ب 7000 8000 جنيه واعملي كام جلسه، معرفش يا جماعه الناس، انا معرفش بصراحه، يعني ساعات بحن للايام اللي كان الافراح فيها بسيطه والناس فعلا بتتبسط من قلبها، مش غرضها كله المقارنه وانه انا هعمل زي ما فلانه عملت وهعمل عشان كل الناس بتعمل. مش عارفه انا والله، يعني بجد، يعني حاسه الناس ما بقتش تتبسط اصلا، يعني حاسه بس الناس انا كل هدفي ان انا اعمل زي الباقي واعلي عليهم، مش هدفي ان انا اتبسط، مش هدفي كل ده كوم والعريس كوم، يعني مش هدفي العريس اصلا، مش هدفي بقى انه الراجل اللي هتجوزه ده عامل ازاي، انا هدفي بس ان انا اعمل احلى فرح، اعمل احلى بيت، اعمل احلى جهاز، احلى فرش. الراجل اللي هتجوزه ده بقى نبقى نشوفه بعدين، عارفين اللي هو نبقى نشوفه بقى ليتر اون. فبس بصراحه انا يعني انا بحن قوي للايام اللي كنا فيها بنركز على اختيار الزوج، بنركز فيها على ان الفرح في القلب ونبقى مبسوطين لبعض ونبقى كده عارفين. ما بقاش فيه الكلام ده، بقينا بنجيب ناس تفرش لي البيت بدل ما كلنا نروح كعيله ونشغل اغاني ونقعد نرقص ونهيص واحنا بنفرش. صحيح في ناس ممكن يكون عندها ظروف، بس يعني الناس اللي ما عندهاش ظروف ما بيعملوش كده ليه؟ لا مش اصلي مش عايزه اوري علشان الناس بتتكلم، اوكي هو فعلا عندك حق بصراحه، عندك حق في النقطه دي، بس بدل ما بتوري والناس بتتكلم انت بتجيبي واحده تفرش وتصور وتفرج 14 مليون واحده على الجهاز بتاعك، ويبقى فيه بدل ما كانوا 6 7 اللي هيتكلموا على الجهاز بتاعك، في 14 مليون واحده هيتكلموا عن الجهاز بتاعك، على الاقل ال6 7 دول في منهم قرايبك، وانت عارفه ان في منهم 3 4 بيحبوكي و3 4 مش قوي. ال 14 مليون دول ما اعتقدش انك ضامنه ان كلهم نيتهم خير، مهما كتبوا لك الله ما شاء الله الله اكبر في الكومنتات، ما تعرفيش ايه اللي ورا الكومنتات دي، وما تعرفيش ورا اللي ما بيكتبش كومنت اصلا. ف سيبي الناس في حالها يا اسراء، وسيبي الناس تاكل عيش، انا يعني ما هو الناس كده كده بتاكل عيش، وربنا ما بيقطعش رزق حد، يعني فاهمين؟ بس يعني اهو كلام بيطلع معاكم. لسه هنعمل ان شاء الله فيديو، مش عارفه هلحق اصوره دلوقتي ولا لا، في فيديو هصوره معاكم عن الافراح بالذات بقى. انا مع ان الناس تفرح وتعمل فرح، بس مش مع الافواره في الافراح، فعايزه اعمل معاكم فيديو اتكلم معاكم في الموضوع ده، يا رب يعني الحق اصوره دلوقتي. وبس اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.